السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة اليوم بتكلم عن قانون مهم جدا في قطر، ويمكن كثير ما يعرفون عنه، بس هو يخص كل واحد فينا. والآن الموضوع مرتبط بأهم شيء نملكه في حياتنا، خصوصيتنا. القانون رقم 11 لسنة 2025 في قطر عدل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وأضاف مادة جديدة تقول إذا صورت شخص في مكان عام ونشرت صورته أو فيديو له بدون علمه أو بدون إذنه بتعرض نفسك لمساءلة قانونية، وعقوبتك ممكن توصل سنة سجن وغرامة 100,000 ريال قطري. تخيل، ترى في ناس يترصدون حق هذه المواضيع، فيها فلوس. وخلك منتبه، هذه خصوصية، يعني لا تصور الناس في السوق والأماكن العامة، ولا في مطعم ولا في حلاق ولا في أي مكان عام، وتروح وتنشرها على السناب ولا على التيك توك ولا على الواتساب بدون ما تستأذن من هذا الشخص أو من الناس الموجودين في هذا المكان. ما عندك أي عذر، الخصوصية محفوظة. ليش صدر هذا القانون وراح يتطبق بشكل صحيح الآن؟ لأن بدأت الناس تصور بكاميرا الجوال عشان يفضحون الناس أو يتنمرون أو يسوون محتوى على حساب كرامة الناس. الدولة اليوم وقفت وقالت هذا الموضوع منتهي. القانون يحمل كل رجال ونساء وأطفال وكبار، يعني ما تقدر تصور حد وتنشر وتقول هو كان في مكان عام. هذا مع القانون مو مبرر أبدا. إذا بتصور استأذن، وإذا شفت فيديو عندك ناس ما لهم دخل لا تنشر، وإذا كنت ضحية تصوير بدون إذن روح قدم بلاغ واشتك. 100,000 ريال نوط ينطح نوط. الستر زين، واللي تصور غيرك اليوم بكرة بيصور. خلونا يا جماعة نحترم خصوصية البعض، ونحط ببالنا دايما الحرية ما تعني التعدي، ومحتواك ما يبرر الإهانة. كل الشكر لقيادتنا اللي تحمينا دايما، وللجهات القانونية اللي تسن قوانين وتحفظ كرامتنا. لا تصور ولا تنشر ولا تضر أحد. والله يحفظنا وياكم ويحفظ أمة محمد أجمعين. أخوكم بسعد وأحبكم في الله، والسلام عليكم.